السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة إبداعات ليبية. وصفتنا اليوم الهريسة الليبية اللي هي نفسها الهريسة العربية. تاخدي الفلفل الأحمر وتنحي منه الروس متاعته اللي هو العيدان، وتنحي منه الزريعة وتغسليه كويس وتحطيه في طنجرة يغلي على النار. بعدين تصفيه من المية وتطبخيه أو وتحطيه تضربيه في ست البيت. بعد طبخ تحطيه تضربيه في ست البيت، وبعدين تصبيه اللي هو في طنجرة وتغليه شوية على النار، تصبي له الزيت وتصبي له اللي هو الكمون الحوت والكزبر والثوم والملح، وطبعا عينك ميزانك. وبعدين هو تستخدميها طبعا في الحشوات، تستخدميها في السندوتشات وفي البيتزا. وطبعا الهريسة الليبية لا يعلى عليها، طيبة، ونتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم، وما تنسونا من اللايك والشير، ودمتم سالمين.